طلبت مني الزواج وقدمت لي صندوق، قالت لي ادخل في هذا الصندوق حتى نتزوج، وسوف أريك أشياء أنت لا تعرفها. الو، كده السلام عليكم. 13 واحد شكون هذا؟ شكون معاه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا العزيز، كيف حالك؟ بخير. الله يسلمك. معلش أنا عراقي، يا ريت يعني شوية تتكلم معي ببطء مشان أفهم. ما مشكلة، تفضل. شيخ، أنا يعني صار لي فترة في بالمنام تجيني جنية تقول إنه بدي أتزوجك. وهي جميلة. والله ما شفت شكلها، بس شكلها إنه أسود. آخر فترة قبل رمضان ب3 أيام صحيت من النوم، جتني كان في شخوط في جسمي وفي يدي وفي صدري. وأنت كم عمرك؟ أنا عمري 35 سنة. متزوج؟ متزوج لكن عايش لحالي بسبب الظروف، صار أشهر. مهم عندك زوجة؟ حاليا لا، ما عندي زوجة. والجنية شغل الجنية ماذا قالت لك؟ قد تطمنك الزواج؟ طلبت مني الزواج وقدمت لي صندوق، قالت لي ادخل في هذا الصندوق حتى نتزوج، وسوف أريك أشياء أنت لا تعرفها. سحر كثير بالبيت. نعم. في جن ظهروا عندي بالبيت، أقزام هيك، كان بدهم يجننوني. بديت أركض وراهم وبديت يعني وصلت مرحلة الجنون تقريبا. الحمد لله حاليا استعدلت، لكني رفضت ذلك. ليش رفضت؟ والله يا شيخ، لأن الأمر غير منطقي. يعني أنا رجل، ما بعرف، كيف؟ حسيت إنه الأمر غير منطقي. لا منطقي، ما في مشكلة. لما في خلي يتزوج إنسية ويزوج جنية ما في مشكلة. تزوج جنية هي عندها ربما كان جميل وعندها مال، ليش ما تزوجها؟ والله يا يعني شيخ، لا بدي جمالها ولا بدي المال، يعني ما بحب أتطرق لهذه الأمور. أنا أحب صد معك، أحب نبسط معك، فهمت؟ الله يسلمك، الله يبارك بيك. نعم. لا، هو الزواج الجن من الجن والإنس من الإنس. كما قال الله عز وجل القرآن الكريم الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني المودة والرحمة تكون بين الجن والإنس، وتكون بين أي نعم. الإنس وتكون عفوا، تكون بين الجن والإنس مع الإنس. يعني الإنس. هذا الصواب. فهمت كيف؟ هي ربما حبت تغريك بصندوق هذا، ربما باشياء بمال، وهذا الشيء حاصل عند كثير. ايوه. وبعدين انت لما رفت ماذا قالت لك؟ ماذا قالت لك؟ والله ما قالت لي، عرضت علي الزواج، قالت نتزوج وادخل في هذا الصندوق وأريك أشياء أنت لا تعلمها ولا تعرف عنها شيء. وانت في اليقظه ولا في النوم؟ لا لا، أنا في النوم. في النوم. والصندوق كيف لونه؟ صندوق أسود. اسود، ها؟ أي نعم. وهي لابسه اسود؟ هي أساسا كلها سوداء، يعني ما مبين شكلها. ما بحثك بدينها يعني بديانتها؟ والله يا شيخ، أنا ما لحقت أسألها، ما أخفي عنك. أنا أول ما شفت المنام، في شي حدا بداخل المنام ضربني على رجلي وقال لي استغفر الله واصحى من نومك. أنا استغفرت الله وصحيت من النوم وتركته. يعني في حد اخر قامك من رجلك، ها؟ أي نعم، في شخص ضربني على رجلي وصحاني من النوم. والشخص ما رايته بعيونك؟ لا لا لا، ما رأيته، لكن سمعت حسيت؟ صوته قال لي. إيه، حسيت؟ حسيت فيه، قال لي قوم واستغفر ربك، فقمت واستغفرت الله. صوت رجل ولا صوت رجل ولا محرم لا لا، صوت رجل، صوت رجل. هذا يكون جني مسلم. هذا جني مسلم معك في البيت، وعارف الحكايه ان الحرمه ستاخذك تزوج بك وتروح تاخذك الى حته وداهيه 60 داهيه كما تقولون انتم في الخليج. فقال خلاص يعني قام، وربما يعني حب يخليك يعني اعطاك مثال رساله حتى لا تروح هناك. وانت نفس الشيء، لو كانت عندك فكره او مثلا عندك ميوله لعالم الجن، كانت ربما توافق وتدخل صندوق، تخش صندوق دون تردد. لكن انت الحمد لله. خليك معي، لكن انت بطبيعتك الله اعلم في دمك في طبيعتك ما تحب الشغله هذه، يعني ما تحب هذه الفكره، فهمت؟ لو كانت عندك فكره يعني مسبقه وتحب تريد هذا التواصل لكنت على طول في الصندوق، وبعدين تروحوا لاي قاره ما ندري. فهمت كلامي؟ أي نعم. متى حصل لك هذا الشيء؟ والله حصل لي قبل رمضان بيومين. بيومين. أي نعم.
للحد الحين ما في مسار تتواصل معك؟ لا لا، حاليا ما في تواصل معي، لكن المشكلة الأكبر يا شيخ أنه البيت اللي أنا ساكن فيه منذ 35 سنة أو 34 سنة أنا ساكن بالبيت. ايوه. البيت يحصل به أشياء غريبة جدا منذ مثلا الطفولة. مثلا. مثلا يا شيخ أنا أشرح لك اللي صار معي أنا شخصيا. نعم. يعني البيت أنا منذ تقريبا سنة ونص كنت عايش لحالي، بعدين تزوجت، بعدين في مشاكل صارت أنا وزوجتي الأولى، نعم. ومشاكل أنا وزوجتي الثانية، نعم. والحين عايش لحالي. وصلت إلى مرحلة أنه لقيت سحر كثير بالبيت. نعم. في جن ظهروا عندي بالبيت، أقزام هيك كان بدهم يجننوني، بديت أركض وراهم، وبديت يعني وصلت مرحلة الجنون تقريبا. الحمد لله حاليا استعدلت. نعم. كم واحد كان في البيت بجنون؟ جماعة كم هم تقريبا مع اللي انت عددهم اللي كانوا في والله البيت؟ منذ الطفولة في بالبيت كان في جنية عندها 5 أولاد حسب ما أذكر، بس اللي ظهروا عندي هو الجنية واثنين فقط معها. مين فقط معاه؟ نعم. يعني هذا اللي شفته. وفي مرات بالبيت تصير صرخات أطفال، ومرات تصير أجلك الله صرخات يعني لصوت الحمار. ايوه. يعني وفي أشياء كثير تصير بالبيت، لكني كأنما بديت إنه ما بخاف بنوب، يعني شيء تعودت عليه. حتى لو بدهم يظهر وجه بوجه في بعض الأحيان صرت ما بخاف بنوب، الحمد لله. الحمد لله. لكن ممكن تعمل تحريج ودعاء وقرآن على هذا الجان العمار، هذا يسمى عمار البيوت، يعني فيهم أداء، وبإذن الله سيغادرون إن شاء الله البيت. لما تكون شغال في البيت أنا مستعد عبر الجوال نعمل لك دعاء وترحيل تصريف تحريج الجن من البيت العمار اللي فيهم ضرر، يغادرون إن شاء الله بإذن الله. لحد بيتي ما عندي مشكلة، وبإذن الله يغادرون هذا البيت هذا. لا تقول أنا لا أخاف منهم ولا تعيش معهم، لا، هذا ما يصير، هذا ما هو تمام. فهمت كيف؟ أي نعم. لازم تعيش الحاجة. ربما إذا طال الأمد معهم ربما يسوي لك أشياء أخرى ما هي تمام. ممكن يصير الحجر، تسمع أشياء في الليل، يعني ما تنام، ما تخليك تنام براحة إلى حين تغادر البيت. فلذلك أحسن يغادرون وتبقى أنت في أمان. فهمت؟ أنا الحد قبل فترة أنا كل مرة أجي بنام، أول ما أكون بدي أنام أعيط بإذني وخليني أفز من النوم. يعني جت فترة من الفترات ماكو نوم. نعم. يعني أشياء هواية تصير معي بالبيت، لكن يعني بديت آخر شيء أخي الكبير أعطاني الحساب تبعك، قال الشيخ مفيد جدا بالرقية وراح يعلمك أشياء مهمة. نعم. فلهذا السبب أنا التجأت إليك. مرحبا. أنا قلت لك مرحبا. أنا أخوتنا العراق صراحة أنا قلت لك أنا في الشغل هذه، شغل البيوت وغير ذلك، أنا أتطوع لوجه الله، ما بدون ريال ولا دينار ولا هللة. فهمت كيف؟ بارك الله فيك. وإن شاء الله وعبر الجوال سيكون خير بإذن الله، وبعدين نستقبلك هنا وتعطي كلام صح بأن الحمد لله البيت صار تمام. فهمت؟ بإذن الله عز وجل. الأمر سهل جدا، تقريبا 5 دقائق أو 4 دقائق ديال القراءة على المية، في تحريج، في دعاء بسيط، وترش أركان الحوش وخلاص انتهينا. أركان الحوش هذا البيت هذا ترش 5 أيام، أسبوع، أقل شيء، أكثر شيء أسبوع، وأقل شيء 3 أيام، والحمد لله سيغادرون. هم أصلا سيعلمون أنك تتواصل معي، ممكن يسووا لك تعطيل. زي اليوم اتصل علي واحد من أوروبا، مغربي أوروبا، قال لي يا شيخ كلما يحاول يتصل علي يجد كأنه حد يمنعوه من التواصل معي. فهمت كيف؟ قال اليوم قرر على شيء يتواصل، هذا على حسب إيمانه. إذا كان إيمان قوي فهو يتغلب عليهم، إذا كان إيمان ضعيف يغلبون عليه. فهمت الحكاية؟ اي نعم. ان شاء الله. وانصحك ان تعود تجيب زوجك طريقتك، يعني تعود مع، ربما عندك مع اولاد. اي عندي بنت. عندك بنت، رد زوجك حبيبي، اجمع شملك مع زوجتك، ما تخلي الفراغ ما هو تمام. اجمع شملك مع زوجتك، ممكن تزوج 2 3 ما في مشكله، سنه كويس، ولكن اقل شيء تعود جيب ام البنت، جيبها ان شاء الله. انا بكره ما عندك مشكله، الليل ما شويه نخلص ارتاح شوي، بكره شوف الوقت المناسب لك، وعبر الهاتف ان شاء الله نعمل لك تحريج لهذا ان شاء الشيء. الله
شيخ كيف اتواصل معك بكره يعني؟ الواتساب، خش على ادخل الواتساب، تلقى في الخاص نمرة الواتساب وتواصل معك على الواتساب. امر ان سهل شاء جدا، فهمت؟ ان شاء الله، بارك الله بيك. وهي لعلمك دابا الحين هم سيعلمون الان الامر انك تواصلت مع الكموني وان كذا كذا كذا، ربما باذن الله سيغادرون قبل دعاء التحريج، والله تعالى اعلى واعلم، بس ونتمنى ذلك. في شيء ثاني يا شيخ. كيف؟ تفضل. انا عندي اصابه في قدمي اليسار، صارت معي تقريبا قبل سنه ونص. ايوه. احد الرقاة في وقتها، يعني قبل، شلون نقدر نقول، قبل لا التزم، انا كنت شخص غير ملتزم، الحمد لله الحين الله تاب علي وان شاء الله التزمت، الحمد لله والشكر. الحمد لله. في اصابه في شخص مثل حضرتك شيخ مرقي، قال لي ان هذه اصابه شيطان، يعني حيل قويه في رجلك اليسار على العصب، يعني بدت رجلي ان هي تسقط، وحاليا في المعالجه دا احاول انه ارجعها شوي شوي ان شاء الله. نعم. فما اعرف هذه كيف، يعني كيف نعالجها. ودي الله يقول يتعالج هذه لما تسوي لك التحريج والدعاء، لما تحط جارون الميه، انا اوريك الطريقه كيف، وتحط جارون الماء وتحط الهاتف فوق الجارون وترفع الصوت حق الهاتف لما نرقي نخلص، وبعدين ممكن انت نفسك تسوي رقيه ان شاء الله، رقيه شامله. وهذا المي اللي عندك شيء تشرب منه ورش على وجهك ومسح به على القدم اللي تقول تشكي منه، ونفس الشيء تعمل زيت زيتون بدون قراءه، زيت الزيتون هو مبارك، تمسح به على المكان الالم او ذاتك باكملها. اول شيء ممكن تمسح ذاتك باكملها، فهمت؟ ذاتك باكملها، لان انت حسب ما قلت الجنيه هذه العاشقه هي ما راحت، هي مختفيه، ربما تكون هناك في البيت، فهمت؟ تحوم حولك يعني، فهمت؟ زيت زيتون مبارك تدهن به، والحمد لله معك الذي قامك من النوم، هذا انا اعتقد انه جن مسلم معك في البيت. المسلم يبقى نحن لما نعمل تحريج، فالمسلم والمؤمن يبقى في البيت والكافر يغادر. سبحان الله العظيم، الكافر يغادر والمؤمن يبقى في البيت، عمار الصالح يعني. انت من اي مدينه في العراق؟ انا من مدينه صلاح الدين. صلاح الدين، تبارك الله ما شاء الله. ان شاء الله فهمت؟ الامر سهل ان شاء الله باذن الله. كما قلت لك غدا، او شوف الوقت المناسب لك، من بعد تواصل معي على الخاص، وبكره نحدد معك قبل الظهر بحسب العراق او بعد الظهر، الوقت اللي عندك فارغ اعمل لي رساله قبل على الواتساب تقول لي كذا كذا، انا كلمتك امبارح على التيك توك نبغى نعمل تحريج ورقيه، وسوي لك التحريج وسوي لك باذن الله، واطمئن باذن الله ستتخلص من هذه الشغله هذه ان شاء الله. بارك الله بك شيخ. وهذا اللي يعطيك رقم، ربما اخوك هذاك تواصلت معاه، ربما الله اعلم في الواتساب، صح؟ اخوك هذا اخوك. والله اخوي هو يمكن مو قادر يتواصل معك لليوم، يعني يا سبحان الله، يعني هي صارت من حظي انه انا اللي اتواصل معك. وانت المعني بالامر. نعم، لا في اخوان من العراق اللي كنت قابلتهم في مكه زمان، لكن ارقام مدعوا مني، اخوان من العراق بك ما شاء الله، قبل صدفه في فندق، الحمد لله، والحمد لله كان اللقاء كويس يعني، جاء معرفه بسيطه الحمد لله، وارقام مدعوا مني، ربما واحد منهم ما ادري، الله اعلم. ان شاء الله تعالى ان شاء الله خذ الخاص، تدخل الخاص باش تاخذ رقمي حق واتساب حقي، وموجود على اليوتيوب، موجود على الفيس، موجود ان شاء الله. شيخنا اخر سؤال ولا اطول عليك؟ ما في مشكله، تفضل. انا دائما الرؤيه التي تجيني في المنام تكون رؤيه يا اما مزعجه جدا يا اما مباركه جدا. نعم، مثلا انا اخر زوجتي كانت حامل. ايوه. هي يعني رأيت بالمنام انه انا خنقت زوجتي حتى ماتت. ايوه. وفي اليوم التالي توفى ابننا في داخل رحمها. ايوه. وقبل تقريبا قبل اسبوع او اكثر، انا رأيت نفسي اني انا اصلي مو داخل الحرم، داخل الكعبة المشرفة. ايوه. ففي تناقض عندي في مسألة الأحلام، ما أعرف إذا هذه يعني الجن يأثرون عليها أو يعني شلون. هذا الذي الرؤية الأولى من الأحلام اللي أنك تخنق زوجتك، مو أنت، هذا جني هو اللي أسقط اللي في بطنها، هو خلاك يعني يعطيك أوصاف أنك أنت هو كافر مجرم، وفعلا الزوجة أسخرت، هذا جني كافر معك، اللي كما قلت لك الذين معك في البيت، كما قلت لك هم يأذونك، والدليل على ذلك ما غير الجنين، حتى الفراق بينك وبين زوجك، اذا مثلا دخلت معك في سبب الفراق
التجديد ربما الله اعلم دون سبب، ما في اي سبب، ما في داعي للفراق. فهمت؟ اي نعم. كلمه صح ولا؟ صح. انا عارف هي ليش، لان الجن يفرق بين المرء وزوجه، يفرق، هذا دور الجن. يعني يا شيخ، يعني حاليا التعطيل في حياتي بالزواج وبالخلفه وبالرزق، يعني هذا معقوله كله بسبب الجن اللي موجود معي؟ 100% مليون بالمئة. حسبنا الله ونعم الوكيل. الجن يدر هذا العمار اللي كفار يعني شوف في عيونك، يعني ما دام يجي صندوقها هذه جنيه عاشقه، فهمت؟ ومع اخرون تقول تحس، يعطيك احساس. لكن المسلم اللي معك ربما مغلوب على امره، احيانا يكون مثلا في البدن، يخش البدن في واحد مسلم او اثنين مسلمين والباقي كفار، الكفار يعني متغلبين على المسلمين. فهمت انا كلامي؟ الجن المسلم في بيتي رايته مره واحده. نعم. رايته يعني يكون ضعيف. انا قلت لك ممكن يكون واحد مسلم يكون ضعيف والكفار يكونوا اقوى منه، فهمت كيف؟ اي نعم. هذا حاصل حتى في البدن اللي يخش بعد حالات، مثلا كان ذكر اخ كان هو لما ياتي الجن المسلم يصير يلتزم ويلبس لباس اسلامي، كان عمل في ذاته تناوب، يعني تفاهموا عشان تناوب. في اثنين من المسيح من النصارى، في واحد مسلم، لما يجي المسلم دوره ويسكن البدن، فالرجل هذا يصير يلبس لباس اسلامي، لما يغادر يجون المسيح يصير يلبس لباس غربي ديال النصارى، حق النصارى، يصير ممزق وكذا وكذا كذا. الناس في الحمى يقول يعني شوف الرجال يتناقض بين كل اسبوع في اسبوع، فهمت كيف؟ فبعدين هو نفسه ما كان يدري على الحكايه هذه، فلما جاء الرقيه تبين انه معاه مسلم ومعاه اثنين من المسيح. لما يجي المسيح قال نحن نحبب الشغله هذه، ولما يجي المسلم يقول ثاني يعني يردوا اللباس والهيئه الاسلام. فهمت الحكايه؟ لا. نعم. فهمت الحكايه؟ نعم. انت اللي عليك ان شاء الله أنا باذن الله ان تفوز بالرقيه، فوز بالتحريج البيت، تفك من هذه الشغله باذن الله، وتسوي لك الميه سمر عليه، تشرب ومسح به وجهك واعطيه ورش به اركان الحوش، الميه ما يخلص، دائما صب عليه الميه، دائما يخلص صب عليه، والدهن بزيت زيتون، الدهن بزيت زيتون، زيتون بدون كراهه مفيد يعني يحميك من الجن ومن الشغله هذه، خصوصا الجن. انا جبت زيت زيتون الاصلي وقريت عليه ايات من القران الكريم وامسح به جسمي كله. ايوه. لا والزيت احسن ما ترقيه، لما ترقيه تشرب ودهن مثلا ظهرك بس وتشرب، لكن ليش لا تدهن بين المخرجين واسفل الرجلين وتحت العبط، احسن شيء الدهن كله، لان الجن يستقر في الاماكن هذه، يختبئ في الاماكن هذه، احسن شيء ما يكون في قران، هو الحال فيه بركه، الحال مبارك، ما يحتاج قران، زيت زيتون ما يحتاج القران، يكون على الماء، العسل تشرب، الماء تشرب، فهمت كيف؟ اما الدهن احسن شيء يكون بدون قراءه، ليش؟ لان الاماكن حساسه خصوصا العورتين المخرجين، فهمت كلامي؟ واضح؟ زيت زيتون الدهن بالجسد كله بريحتك براحتك، يعني القران ما تاذيه، اما اذا كان في قران ستاذيه، حتى لو دهن مثلا الصدر والظهر، لان اللباس بعدين تصبين بعدين تأدي القران، لكن اذا كان الماء يشرب احسن. زيت زيتون بدون قراءه بدون رقيه مفيد مبارك، يعني كما قال الرسول قال كلوا وادهنوا به انهم شجره مباركه، يعني الدهن به بحريه براحتك، ومفيد جدا للجان، يقهر الجان يعني ويمنع جن العشق من التحرشات. ان شاء الله يا شيخ يلتزم بها، بارك الله بك. يعني الحين يا شيخ ان شاء الله على الخاص راح يبعثوا لي الرقم او اتواصل معهم، وان شاء الله غدا نحدد موعد اتصل بحضرتك. ايوه بعدين ان شاء الله نحدد وقت مناسب لكم مناسب لي، وان شاء الله تكون رقيه ما فيها وقت، يعني على طول، يعني ممكن 20 دقيقه 15 دقيقه 20 بالكثير 20 دقيقه ان شاء الله، ونسوي نحط جنبك جنبك وتفوز برقيه ورش اركان الحوش، وبعد تخلص اعطيني خبرني، واي رؤيه تشوفها خبرني سواء بالخاص سواء على التيك توك سواء بالخاص، فهمت كيف؟ ان شاء الله. ان شاء الله اكيد غتشوف الشغله هذه، واكيد غتخلص من هذه الشغله هذه، هذا البيت عمار الكفار باذن الله تخلص منهم ان شاء الله. بارك الله بك. الله يعافيك. الله يسلمك يا شيخي، تعبتك. ما في مشكله، لا بالعكس الحمد لله. اهل العراق انا
كان الدولة الوحيدة العربية اللي كانت تسمح للمغاربة يخشون دون تأشيرة. لا ننسى هذه الشغلة.